لولي اروح اشوف طياره تانية انا بقى دلوقتي. بص بتعمل زيه بالظبط. بتعملي بتجرب السرير. مبسوطه يا روحي؟ انا مش فاهمه الشبح ده جاي منين يا روح قلبي. وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده لولي هتسافر معانا لاول مره وهي صاحيه من النوم مقريفه كده، فحابب اقول لكم ان احنا عاملين لها مفاجاه النهارده، بما ان هي اول مره تسافر معانا وهي ناضجه وفاهمه كل حاجه، فاحنا حاجزين للولي سويت كامل باسمها. هنروح نجهز بقى ونعمل شعرنا، نحضر الشنط ونعمل حاجات كتيره قوي كده. تابعوا معانا لحد اخر الفيديو. ما تنسوش بس اهم حاجه تعملوا اشتراك في القناه ولايكس كتير وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو ينزل لكم يوصل لكم على طول. فمبدئيا كده توقعوا احنا رايحين فين. احنا رايحين مكان لولي بتحبه قوي، وهي اخر مره راحته كانت لسه شهور صغيره، ما كانتش بتمشي ولا اي حاجه. فالمره دي لما هتروحي المكان ده وتسافر ليه مخصوص، يعني عايزه اقول لكم هي هتتبسط بطريقه مش طبيعيه. يلا بينا علشان نجهز. يلا بينا. هناخدكم معانا بقى عشان اول حاجه كده رايحين نظبط النفسيه، عايزين نعمل شعرنا وبشرتنا وكل حاجه، وعايزين نشوف بقى دلوقتي في الكومنتات مين توقع صح. بجد اللي توقع صح ده له جايزه مني بقى. وبعدين احنا حاسين ان احنا دخلنا في مود الصيف سريع كده. مش عارفه الجو حر بدأنا جدا. الصيف بدري ولا ايه؟ يا رب بس الجو ده ما يثبتش كده معانا في رمضان، لان احنا هنعطش زياده وشغلانه بقى ايه. ايوه عايزين شتا في رمضان عادي عشان ما نعطش. احنا وصلنا المطار متاخرين. اول لما وصلنا لولي نامت على طول. ما شاء الله، عارفه مصلحتها كويس. ايوه قالت بقى انام لحد ما اوصل يصحوني وانا على البحر. ما تقعدوش تضغطوني بقى متاخرين وبتاع. يا جماعه المعلومه اللي انتوا واخدينها غلط بقى، ان الستات هي اللي بتتاخر وبتعمل الشنط متاخر. الباشا ده راح الجيم وراح حلق وخلص، واحنا الميعاد كان هيفوتنا، وحاجه جميله جدا. حصل. ايوه حصل. احنا ايوه منين؟ انا تهت. فوق هنا. معلش انا مش هتضايق لوحدي، الباشا جاي متاخر وكمان وقفنا نجيب ساندوتش ويعملوا كمان وكل حاجه. والله العظيم جعان موت. ده انت رايق جدا والله. يعني مش عارفه يعني هنلحق الطياره دي. بص هنلحق. لو ما احنا لحقناش هنروح. التيكت الجاي انت اللي هتحاسب، مش دعوه. اتاخر براحتك بقى. ما تاخرناش. مبسوط؟ فرحان؟ ما انا لو كنت اتاخرت وانا كنت السبب في عطله الطياره كنت هتشمتي فيا. بصراحه كنت هشمت فيك قوي. بصوا مين اللي صحي وفاق. صح يا فايقه، مش فاهمه هي فين جبتوها هنا ازاي وعملتوا ايه. خطفتوني. روحي والله بجد. طيب اوكي ربنا يخليكم لبعض. اروح اشوف طياره تانية انا بقى دلوقتي. ها شكرا. شوف نايمه ازاي. انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين فين؟ يلا العربيه مستنيانا بره. بصوا يا جماعه احنا المفروض متاخرين وعايزين نطلع ننام وتعبانين. حليم وقيله بصوا بيعملوا ايه في المطار. يا ابني انا دختي يا ابني. وصلنا اخيرا وطالعين دلوقتي بقى على الاوتيل. نشوف مين اللي توقع صح بس. وطبعا مين اللي توقع صح قمر. عشان انا متابع الكومنتات. كومنت بصي يا لولي بابا تقريبا جايب لك باص كامل عشان تلعبي فيه براحتك. We're gonna bus go round and round. هو ده. يلا بينا. الله. يلا علشان عندنا ميعاد نوم. We're gonna bus go round and round. هو I think ان دول جوز مهابيل والله. يعني سبحان الله سبحان الله بجد. بص بتعمل زيه بالظبط. بتعمل زيه. يعني مش مجرد شكل ولا اي يعني. انا مش بتقلدي مين يا بنتي؟ لولي مبسوطه قوي. لولي ايه التعمق ده؟ عميقه قوي لولي. وصلنا يا لولي. وصلنا هنا. وصلنا بالليل. المفروض هننام ونصحى بقى من الصبح. قولي لازم بابا ايه لازم تنامي دلوقتي. في نوم دلوقتي. يا لهوي فايقه. هعمل ايه دلوقتي؟ فايقه جدا. لولي شكرا جدا.
هتكسرها 200 حته فتافيت. احنا وصلنا تعبانين جدا لان احنا واصلين اخر اليوم، وتفاجأت ان إيلا اللي فايقه فينا. ما شاء الله يا حبيبي، وقاعده بتاكل الف هنا. الفكره دلوقتي ان احنا كلنا محتاجين ننام، وبكره الصبح بقى لما نصحى كده فايقين ورايقين هنقول لكم بقى رحنا فين وعملنا ايه. يا حبيبي فرحانه قوي. هتعرفوا سبب فرحتها ده لما نفرجكم احنا فين وجينا نعمل ايه. مين الحلوين اللي صحيوا؟ يلا بينا. تعالوا بقى نوريكم اخيرا لولي محجزه بقى هنا فين بقى وبتعمل ايه. كنا نقفل الباب. تعالي. عايزه اقول لكم ان هي صاحيه من الصبح لابسه المايو وجاهزه تروح على الميه على طول على البحر. ايه ده؟ هي شايفاه من هنا وعايزه تنزل تجري. تعالوا ما افرجكم بس الاول السرير بتاع لولي، السويت بتاع لولي. مش ده مش بتاع لولي، سرير لولي. يا جماعه انا ضحكت عليكم، ده سرير لولي فعلا. لولي مبسوطه قوي هنا. لا ولابسه المايو يعني جاهزه وهتنزل البحر. هي جاهزه وعايزه تجري دلوقتي. دلوقتي هنشوف مين بس اللي توقع صح في الكومنتات. احنا رحنا فين من المكان بقى. انا هوريكم المكان وانتوا قولوا لي يا ترى احنا فين. يلا بينا ننزل يا لولي. انت بتعملي ايه يا لولي هنا؟ بتعملي ايه يا لولي؟ انت عايزه تنامي يا لولي؟ لولي انا مش فاهم، دي حركات جديده اول مره اشوفها. بتعملي بتجرب السرير. هتنام ولا ايه؟ انت بتجربي السرير بتشوفيه حلو ومريح ولا لا؟ حلو. دي بتلعب مبسوطة. لا 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 لا. انت بتعمل ايه يا ولا؟ ماما بتجهز علشان نازلة تتألق. ايوه ماشي يا عم. ننزل نتفرج على المكان ونشوف ولولي تتبسط عشان هي قاعدة مستنية دلوقتي تنزل. يلا يا لولي. مبسوطة يا روحي؟ انت جاهزة ومستعدة ننزل البحر؟ شايفين يا جماعة الفرحة اللي هي فيها؟ يلا ننزل. يلا بينا. تعالوا بقى اوريكم احلى واجمل اطلالة من السويت. بصوا المكان عامل ازاي. خطير. خشوا بقى بسرعة عشان بس المزيكا ونحكي لهم براحتنا. يا جماعة المكان خطير وتحفه والفيو رائع بطريقه مش طبيعيه، وكمان تحسوا كده ان في ناس توقعت صح وفي ناس توقعت غلط من كتر ما المكان شكله خطير. وفعلا يا جماعه يعني تحسونا كده بره مصر، بس احنا لسه في مصر. رحنا شرم الشيخ وفعلا احلى اطلاله في شرم الشيخ يا جماعه. ممكن تقول لي بقى ليه طقت في دماغك كده ومره واحده يلا شرم الشيخ؟ احنا طبعا داخلين على رمضان وبقالنا فترة طويلة قوي، محدش يعرف حاجة طبعا، بس بقالنا فترة طويلة جدا تعبانين، وزي ما انتوا كنتوا شايفين كنا اصلا قاطعين يوتيوب، فاكيد في كذا حاجة كده كانت حاصلة. احنا بس مش بنحب نقول كل حاجة قدام السوشيال ميديا وكده، لكن اللي اقدر اقوله لكم ان احنا السفرية دي كنا في امس الحاجة ليها عشان خاطر لولي قبلنا، لان لولي كانت محتاجة ان هي تجدد نشاط وتغير جو وتعمل حاجه جديده، لان سنها بدا يوصل للمرحله دي، واحنا عارفين ان هي بتعشق حاجه اسمها الميه، وهتشوفوا ده دلوقتي. لولي بجد يا جماعه لما بتشوف الميه ممكن تزقنا وتنزل حتى لو الميه ساقعه. لا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، هي بتمشي بس من جنب البسين عايزه تجري وتنط جوه الميه، خلاص مش مشكله، ما حدش معايا مش مشكله. هتشوفوه دلوقتي كمان شويه. السوسه ده عامل لكم مفاجاه كبيره جدا يعني، وتقريبا اللي متابعين حليم قوي 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 هيعرفوا المفاجاه دي. استحملوني ان انا مش هقدر اقول، بس احنا كنا محتاجين السفريه دي، محتاجين نسافر ونفصل ونقضي كام يوم كده قبل شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين طبعا، ان شاء الله كل رمضان واحنا مع بعض وبخير وسعاده. عايز اسالك سؤال بس، انت قاعد تتكلم كده وسايب المنظر التحفه ده، انت مستحمل نفسك؟ حالا اصلا انا عايز اقلع وانزل الميه. يلا هتلاقوا في حجامه وحاجات كده في جسمي، انا كنت بعمل جلسه ريكفري فحدش يتريق عليا. يلا بينا. اجمل ما في السويت مش بس الاطلاله وان هو واسع وكده،
لا انت ممكن تخرج من هنا وممكن تخرج من مكان غريب قوي. انا اسف يعني. من الحمام هتفتح كده وتخرج من هنا. ده اختراع بالنسبه لي جامد موت. يلا شوفوا على حليم شايل لي ايه؟ مش كانت بتزمزق ونازله سريعه. تعالى هنا ورينا كده انت ماسك ايه. لولي لازم تنزل يلا المية. هتنزلها الميه دلوقتي؟ طبعا. يلا بينا. ما تشوف بابا هتعمل ايه. ولا اكني واقفه اصلا ولا اكني موجوده. شفاف انا. هتروحي البول ولا البحر؟ اللحظه الحاسمه. بص بقى سيبها بعيده عن الشط. بصوا هتعمل ايه. يعني لولا ان حليم بس ماسكها والله. المية ساقعة. يا جماعه الميه ساقعه فعلا. ساقعه يعني. يا لهوي. بصي تعالى. هي لولي مستحمله ازاي. واو. ايوه وشها ليا. اللقطه دي بصوا عايزه تسيب ايد حليم اصلا وتمشي هي لوحدها وتعتمد على نفسها. بص انت يا بنتي انت الشط اكبر منك. يلا بقى مع السلامة انت. مع السلامه انا. قصة كده. خلاص كده تمام يعني. باي باي. بص دي مش خايفه. يا روح قلبي. باي باي. بتلعب ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده لولي فتفوته في البحر ده كله. شايفين قد ايه؟ والشبح ده طالع منين؟ انا مش فاهمه. الشبح ده جاي منين؟ عايزة تمسك رجليها. يا روح. تعالى قاعدة هنا على الشط. مين مبسوط وفرحان؟ لولي مبسوطة؟ وقاعدة بتلعب. مبسوطة؟ حاجات جميلة. يا روحي. هوبا. بص. يا روحي عليكم. حليم يعمل لها قصر وهي تكسر. لولي بصي بابا عمل ايه. واو. طبعا انا هختم معاكم الفيديو لان لولي خلاص بهدلتنا اخر بهدله، مش عايزه مش عايزة تطلع من الميه.
واضطرينا طبعا ان احنا نغسل لها جسمها كده على السريع لما نطلع ناخد شاور، وهي بقى ايه فاهمين هتدخل بقى في قصه اللبن وعايزه فطلعناها وقلنا احنا نختم معاكم الفيديو. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات اهم حاجه عايزيننا نصور ايه في السفريه دي، ولو مقالب يا ريت تبقى قولوا لي فكره المقلب كده بيني وبينكم عشان نلحق نعمل. انا هقول طياره وهروح، انا جاي استهجم. مقالب ايه اللي عايز تعملها فيا؟ اصبري عليا، ما انا لازم اعمل حاجه قبل ما رمضان يجي. انت اصبر عليا ماشي. اختم معاكم الفيديو لحد هنا، والناس اللي توقعت صح طبعا انا عارفاها وعارفه ومتاكده ان هم توقع صح. لا في ناس كتير قوي توقعوا صح، 2 ولا حاجه، ممكن 3 تقريبا. هتوحشونا جدا واستنوا الفيديوهات الجايه كلها، وطبعا اتصورنا صور على انتوا عارفين طبعا انه مقلب. مفيش مقالب ان شاء الله ان شاء يا الله. جماعه الحاجات اللي قعدت اقول لكم ما حدش يتريق عليا فيها. اتصورنا صور على الانستجرام جامده جدا، خشوا على الانستجرام هتشوفوها على طول هتوحشونا. مين اللي بيصور؟ مين الجامد؟ استاذ حليم باشا المجرم اللي بيصور كل الصور دي. انا مجرم، انا بحبك. انا مجرم. باي باي.